الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الصادق الأمين اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. نتحدث اليوم أيها الإخوة الأفاضل عن مراتب الإحسان. مراتب الإحسان، ونحن في مدرسة شعبان، مدرسة النبي صلى الله عليه وسلم الذي روت أمنا عائشة عنه أنه كان يكثر من الإحسان إلى الله تبارك وتعالى في هذا الشهر الفضيل، فكان يكثر من الصيام ومن الصدقات ومن الاستغفار، فكان يرشد هذه الأمة إلى اغتنام هذه الأوقات قائلا: ذاك شهر يغفل عنه كثير من الناس بين رجب ورمضان، وهو شهر ترفع فيه الأعمال إلى رب العالمين، وأحب أن يرفع عملي وأنا صائم، أو كما قال صلى الله عليه وسلم: النهار أيها المؤمنون في مراتب الإحسان. كل حاجة اللي خلق رب العالمين عز وجل والحياة تحوج الإحسان، أما الشجر أما الحجر أما الدواب، كل حاجة اللي خلق رب العالمين عز وجل تحوج الإحسان. ما الشجرة إذا قد الصور أتستعهد السقاية أتزبرر أتسنقشر يوكلني أتفك الثمرة. كذلك ما البناء ألا يشيد الإنسان الذي يدنيث البناء نغي حواج الإحسان. ما قلنا الأسرة ألا يبنوا بناثم، الأسرة من زوجة وأولاد وبنين وبنات تحوج كذلك الإحسان. ما العلاقات ألا يطور الإنسان ألا يوثق، لكن الحياة
جالسك بالجيران، جالسك بالأصدقاء، جالسك ذوي الأرحام، كذلك حواجا غير الإحسان. ذلك رب العالمين عز وجل يعلقد يرتبط في الإحسان، يرتبط خيرات عظام، يرتبط الجنة، يرتبط النظر إلى وجهه الكريم. يبين في القرآن: هل جزاء الإحسان إلا الإحسان. الإحسان يدينا النبي صلى الله عليه وسلم وتعذر رب العالمين عز وجل كيدي خلقان. أما كيدي تسوالت مزبطة المرتبة يدير أتسعى الموضع علم اليقين بل رب العالمين عز وجل يتسوالي كيد يطلع أفايد خدمة وكي حسب أفايد كسبة. العبارة النظام إذا قد استحضر بنادم مراقبة المولى تبارك وتعالى عليه. المرتبة تنسوط بالإحسان سيدي يذكر وشرح من النبي صلى الله عليه وسلم ذا الإحسان مع المولى تبارك وتعالى. الإحسان الإنسان أكثر رب العالمين عز وجل كيف خلقان: فخلق فسوى فقدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى. الإحسان الإنسان ما يولي العصاة الفجرة أن يخسر الإنسان الإحسان ربي سبحانه عز وجل ورث نعمة الهداية والتوفيق. قال رب العالمين: كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم. مليح الإنسان الكفرين أن يولي يرد العاصي يغفر أفطع ربي سبحانه عز وجل أن استحضار الإحسان المرتبة بالإحسان. أنك ربي يحسنك أفبنات بينس يهدف في نعمته الهداية، يس نعمة التوفيق بعد الهداية يوفقك العمل الصالحات، الترك المنكرات، الأمر بالمعروف، النهي عن المنكر، الحب المساكين، التواضع، التصدق إلى غير ذلك. ما إذا الإنسان يحب كذلك الكفرين يكشف المستشفى يوالى المرضى يوالى ذوي العاهات يوالى رجال يوالى المبتلين يدي ابتلى رب العالمين عز وجل الأمراض سوى الطمن يدي ابتلير رب سبحانه عز وجل نقص الأموال إلى غير ذلك. أدم كثير الإنسان الإحسان رب سبحانه عز وجل غرس يمسيدي فيك المال، يمسيدي فيك الصحة، يمسيدي فيك العافية، يمسيدي فيك الهنا إلى غير ذلك من الأمور. وكذا يحصل الإنسان المرتبة تنزل من مراتب الإحسان هو الاعتراف بنعم الله عز وجل على العبد، كيف ساق المولى تبارك وتعالى إليك النعم. هذا يعترف الإنسان أم ما يولى العباد هكذا أم يزيد يفكر بالصحة، ما يولى العباد يخص به العقل أم يزيد يفكر بكرمية العقل، ما يولى العباد الفقراء والسعراء أم كيد يرزق رب العالمين المال، ما يولى الإنسان العباد يتوشف ذنب أم كيد يفكر رب العالمين عز وجل الهنا. ملايين الإنسان يعترف نعمة ربي تبارك وتعالى في الناس أن يهجات نفسي ناس يوكنير أن يبذو أن يخدم أن يترجم هذا الاعتراف هذا الإيمان الإحسان الرب العالمين تبارك وتعالى يتيجي خلقان. لذا قال الله عز وجل في الحديث القدسي لنبي الله داود عليه السلام: يا داود
نبئ عبادي بإحساني إليهم فإنهم يحبون من أحسن إليهم. زي رب العالمين وصل سيدنا داود عليه السلام الناس بكثير فكرات سكر الغفلان سيركيد الغفلان ديال الغفلان أنت رب العالمين بحسن الغرنا. كيف أحسن الله عز وجل إلى العباد؟ نبئ عبادي بإحساني إليهم فإنهم يحبون من أحسن إليهم. العبد الذي يلقى يحمل وين يستخدم الخير يكره يمقت وين يستخدم الشر تفسير من بني آدم افتريت رب العالمين عز وجل تحمل وين يحسن الغرس يوقد المثيل العباد رب العالمين عز وجل يحسن الغرس نهني كذلك إلى قد حسن الغرس. هذه المرتبة أيها الإخوة الإحسان مع الله تتحقق بمراقبة المولى باستحضار رقابة المولى تبارك وتعالى لعباده المؤمنين. أن يعلم الإنسان بأن الله عز وجل مطلع عليه على أعماله على الهواجس على الخواطر التي تخطر ببال الإنسان وبقلبه. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. ما يخطر على الإنسان من خواطر من هواجس الله عز وجل مطلع عليها عالم بها. قد يعلم الإنسان أي مثل وذكره ما تفرط بني آدم رب العالمين عز وجل اطلعت إوالة سنتين وصبر في الناس الأمور هذه دائما يستحضر الإنسان الرقابة ربي سبحانه عز وجل. هذه يصلي الوقت، هذه يصوم، هذه يزكي، هذه يحج، هذه يخدم الخير، هذه يمارس المعروف، هذه ينهى عن المنكر، هذه يعرف الآدم ويتأذى عباد الله الصالحين، هذه يكسر النادى بالمعروف، هذه يبذل الخير. كل أمور هذه يرجو الإنسان الجزاء رب العالمين تبارك وتعالى. ولكن الله تبارك وتعالى يوصف الحديث القدسي النظام الحال بني آدم. هذه المرتبة من الإحسان يا رب العالمين هما تناور يمدينا أنا والإنس والجن في نبأ عظيم أخلق ويعبد غيري وأرزق ويشكر سوائي أتحبب إلى عبادي بنعمي وهم يبتعدون علي بمعاصيهم خيري إلى عبادي نازل وشرهم إلي صاعد. المرتبة ديال الإحسان هي رب العالمين تبارك وتعالى المصير في الناس يوصف الحالة بالنسبة لآدم إن توهمة تعجبة إلى عبد خلقا سواء فرزقا هدارتي سخراسي كامل الطبيعة سخراسي كاع كل حاجة إن خلق غيدونيث يسخريتي رب العالمين عز وجل يوكنا دخل من بلاد مالية والعبادية. ولكن انت ويدي اختبارا أنا والإنس والجن في نبأ عظيم خلق أرض العباد ولكن نسنير عبدا الغير يونا تفضي عبد الخدمة الصبح تبديث والسينا ربي تيدي خلقان ويتصلى له الوقت ما يتصلى ويتصلى له الوقت يغفل في صلاة ناس تصلي في سوء الهرى أفى الفحشاء والمنكر الحدود ربي عز وجل وزنتي مضيف دار والصن الأخلاق ناس جلس الجيراني سوء الهدارة جلس الطبيعة حاشا الفساد استخدام أخلق ويعبد غيري تفضي عبد الوقت يعبد الدينار يعبد المال إلى غير ذلك يسعى طول الأمل في هذه الحياة وأرزق ويشكر سوائي. حاجة سهلة
ملائكة العظيم ولنعمة الذرية، نعمة المال، نعمة الزوجة، نعمة الأمن. أسحمد رب العالمين عز وجل. فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمه من جوع وآمنه من خوف. كذلك أن تستحضروا هذه النعم الخير ربي سبحانه عز وجل يتصمد العباد شر شرارات الشر سلط رب العباد تبارك وتعالى. وأي شرارة أعظم من شرارة الشرك، البدع، الحسد، البغضاء، الشحناء، العنف. الناس تتقاتل حتى في ملاعب تاع كرة القدم، حتى في ملاعب كرة القدم شكون يربح شكون اللي يخسر، تلقى إزهاق الأرواح، إزهاق الدماء إلى غير ذلك. الكلام الفاحش البذيء الغير المسؤول من أي جهة كانت. الشر تاع العباد إلى الله تبارك وتعالى صاعد. ربي عز وجل يتحبب دغورنا سوا شو سني عامينس. شكون اللي ما كانش خايف كي بدات الشتاء؟ ما كانش الماء، ما كانش الشتاء، البرج ما كانش، أو الحب الآخر. رب العالمين نهار يومين أهدي في كمال أتحيوا القاعة، أتحيوا الدواب، تسيني الطبيعة، تسيني الحياة، ما شاء الله الله يبارك. أتحبب إليه بنعمي ويبتعدون مني من الله تبارك وتعالى بالمعاصي. إن هذه المرتبة الأولى هي الإحسان مع الله، وذلك باستحضار رقابة المولى تبارك وتعالى للعبد. ما لا يحصل الإنسان ربي ترقبته ويحوج على التعاس ان كونتر متر يدخل ماء تفضل يخرج تمسك 8 سوايعيس على التمام والوفاء ينتج. هذا يحصل رب العالمين يستطيع العمل يسعى الاجر ويتفرج بعمل الناس ويستسهل ويتوسخها. اكرمكم الله الى الناتور الطبيعه اللي في رب العالمين الاتحاد وتغييرها منار الارض الى غير ذلك من هذه الامور. هذا يحصل خاص يروني الرقابه العبد في الحياه، الرقابه تاع المولى تبارك وتعالى ويسير الانسان اسير له. ثم بعد الله تبارك وتعالى واتباع منهج النبي صلى الله عليه وسلم ياتي ايها الاخوه الكرام المرتبه الثانيه هي الاحسان الى عباد الله عز وجل. بدايه من الوالدين، الإحسان إلى الوالدين. هذا يحسن الإنسان الوالدين يزيد يخدمان، هذا يحسن الإنسان الوالدين اللي ربان سواء كانوا أحياء أو أمواتا. سلسنا في الحقوق الحياة نوع بعد الممات. هذا يحسن الإنسان الإخوة، الأقارب، الأيتام، الأرامل. هذا يحسن الإنسان الجيران، هذا يحسن الإنسان الدواب، الحيوانات. هذا يحسن الإنسان بالطبيعة. النبي صلى الله عليه وسلم يوصي بالإحسان. تصوت الشجرة، الفلسة، الصبرة، وتغير منار الأرض، ذمري، الحديقة، ذي الحقل إلى غير ذلك. الدنيا ذلك كامل إذنات ربي سبحانه عز وجل في الإحسان. يرفض رب العالمين تبارك وتعالى مرتبة أهل الإحسان، والله عز وجل يحب المحسنين، والله عز وجل لا يضيع أجر من أحسن عملا. في الأخير أيها الإخوة نحن في شهر شعبان، النبي صلى الله عليه وسلم أرشدنا إلى الإكثار من فعل الطاعات. ورد في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ذاك يعني على شهر شعبان ذاك شهر يغفل عنه كثير من الناس. شهر شعبان، مدرسة شعبان مع مدرسة الصيام. شهر شعبان غفل العباد. النبي صلى الله عليه وسلم شهد همم أهل التقوى فقال: ذاك شهر يغفل عنه كثير من الناس بين رجب ورمضان. وهو شهر ترفع فيه الأعمال إلى رب العالمين، وأحب أن يرفع عملي وأنا صائم. حديث صحيح واحد آخر، أمنا عائشة كانت تقول:
الإنسان يكثر من الاستغفار، يكثر الإنسان من قراءة القرآن، يكثر الإنسان من الصدقة، يصوم الإنسان بعض الأيام من هذا الشهر الفضيل ابتغاء وجه الله عز وجل، ويكثر الإنسان من دعاء اللهم آت نفوسنا تقواها وزكيها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. عندما أرسلت جمع التبرعات يرخص بجمع التبرعات المالية لفائدة الجمعية الدينية لمسجد قرية إحمزيا بلدية إيلولا أمالو. البلدية تاع إيلولا تدير قرص إحمزيا صدر العالي ما شاء الله فوق معهد تكوين الأئمة تاع سيدي عبد الرحمن يبنيو جامع. طلبوا إن شاء الله مساعدة كل الصف إن شاء الله يوم واحد نجمعوا ما تيسر من المال، والله تبارك وتعالى لا يضيع أجر من أحسن عملا. ثم عندنا بعض الوصايا. العباد كامل ضروري ثاني الحياة. اليوم الإنسان يسعى السين ولا يسهل كان يوم ولا يسعى يستهلك. الآن خلال المرضى ما نزال عزة السجود أقرب ما يكون مع عبد الله تبارك وتعالى وهو ساجد. دعوة السجود استمعوا إن شاء الله. اللهم اشفهم يا رب العالمين، اللهم عافهم يا أرحم الراحمين، اللهم اجعل مرضهم طهورا إن شاء الله يا رب العالمين، اللهم اشفهم وعافهم واعف عنهم يا رب العالمين، اللهم ارزقهم الصحة والعافية يا ذا الجلال والإكرام. كيف نجمع تاع الناس وإحنا عندنا مهتوفة ربي يرحمهم وجميع الموتى اللهم ارحمهم، اللهم اغفر لهم، اللهم اكرم نزلهم، اللهم وسع مدخلهم، اللهم اجعلهم من اهل الجنان، اللهم اغفر له وارحمه واعف عنه وعافيه، اللهم اكرم نزله، اللهم وسع مدخله، اللهم اجعلهم من اهل الجنه يا رب العالمين. اللهم اشف مرضانا